ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده بالطبق ده كان قديم عندي وقررت اجدده، فتعالوا نشوف هنعمل ايه بيه النهارده. اول حاجه هبدا احط عليه شمع بالشكل ده، وهثبت على القاعده على الظهر بتاعه كده قماش خيش، وطبعا هقص بزياده عن حجم الطبق حوالي 2 سنتي من كل الاتجاهات عشان يساعدني بعد كده في التغليف. هبدا بعد كده اقصقص كده بحيث ان هو يبقى كله شكله دائري. هكمل بقى بنفس الطريقه. بعتذر لكم عن صوتي بس عشان تعبانة شوية، فالصوت معلش سيء معلش. وبعد كده هبدأ أثبت كده، والأطراف كمان هثبتها كويس جدا. وبعد كده هبدأ بقى أقصقص كده الأجزاء، الجزء اللي هو الزيادة بتاع الخيش هقصقصه لشرايط كده بحيث ان انا اقدر اثبته ويبقى الفينش بتاعه تمام. ألزقه لجوه في الطبق بمسدس الشمع برضو. القناة عليها أفكار كتيرة جدا، وبالذات لزينة رمضان وتجهيزات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. فلو مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا أي فكرة جديدة أنا بعملها. وما ننساش اللايك والشير والكومنت الجميل لو عجبكم الفيديو طبعا. هبدأ أثبت كده الأجزاء الزيادة دي كلها على الطبق من جوه. وبعد كده هبدأ أغطي الجزء الداخلي بقى من الطبق برضو بقماش خيش. الفكرة سهلة خالص وبسيطة، وأي حد هيقدر يعملها بمنتهى السهولة. ولو مش متاح عندنا قماش الخيش ده ممكن نستخدمه بأي نوع قماش موجود عندنا، مفيش مشكلة خالص. يعني ما نوقفش الفكرة على حاجة مش متاحة عندنا. هبدأ أثبت الخيش كده بالشكل ده، وهقصقص بقى الأجزاء الزيادة بعد ما أثبت الأطراف بالشكل ده كده. هقصقص الأجزاء الزيادة ونخلي بالنا عشان ما نقصش حاجة من تحت. هنا كده خلاص هقصقص الباقي ده. وبعد كده كده تمام. بعد كده هبدأ بقماش الخيامية ده، هاخد جزء صغير خالص على قد الدايرة بتاعت الطبق من جوه. انا اخترت الجزء اللي هو مرسوم عليه ده دايرتين قصاد بعض، فهيبقى شكله مناسب جدا للشكل اللي معايا. وقصيتها وهثبتها على الطبق من النص كده، في النص بالظبط هقوم حطاها. وبعد كده هثبت بس الاطراف كويس جدا. وبعد كده عندي الشريط بتاع البومبوم ده، ممكن نستخدم اي نوع شرايط تاني. شريط البومبوم ده بيتباع عند محلات الخردوات والمكتبات الكبيرة، المتر تقريبا ب2 جنيه أو 3 جنيه حاجة كده يعني. ولو مش متاح نستخدم أي خيط مكرمية، مفيش مشكلة خالص. خيط صوف، حبل خيش، أي حاجة هيأدي نفس الغرض يعني. هثبت كده على الأطراف بتاعته بتاعت اللي هي قماش الخيامية اللي أنا ثبته في نص الطبق بالشكل ده. وبعد كده زي ما عملت هنا هعمل برضو على أطراف الطبق من بره خالص، هيدي شكل جميل. وطبعا هيداري الوصلة بتاعت الخيش ببعضها. لو عجبتكم الفكرة ما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات، وما ننساش بقى اللايك والشير علشان أصحابكم يشوفوا نفس الأفكار دي. كده تمام. هقص الجزء بقى اللي أنا مش محتاجاه خلاص، وهثبت الطرف في الطبق كده تمام. ايه رأيكم؟ بقى عندنا أحلى عياشة ممكن نحط فيها العيش على السفرة، وبصراحة عملية وجميلة جدا. مستنية رأيكم في الكومنتات. كل سنة وانتم طيبين. استنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.